السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال أخوي؟ أهلا بك محمود. أنا ما راح أعذبك ولا راح أحكي ألفاظ بذيئة، أوكي؟ راح أحكي بس رأيي. شكرا محمود، تفضل. أول شيء أنا بحب أحيي الشعب الليبي على ثورته. كسوري أنا بعتذر عن الشعب الليبي لدعم نظامنا لنظامهم، بس بشكرهم كمان لأنه هن أعطونا البادرة عشان نقوم بمظاهرة وندعمهم، لأنه إحنا كسوريين ما بنرضى أي نظامنا يدعم أي نظام آخر يقتل شعبه. وبهالمناسبة رح أقول تحية كبيرة للأبطال اللي نزلوا اليوم بسوريا. لو بتعرفوا أنتم كمية الشجاعة الموجودة بالشباب اللي نزلوا اليوم. أنا ما رح أحكي عن حالي، رح أحكي عن اللي نزل اليوم وتظاهر بسوريا، حمل روحه على كفه وخاطر بكل شيء، ونزل ما شاء الله عليه وعملوا الشعلة الأولى لتحرير سوريا. يعني بكرة إن شاء الله بس ناخذ حريتنا رح يحكي لأولاده إنه أنا اللي صنعت هي الحرية اللي أنتم عايشين فيها اليوم. اصلا هو لو ما نزل اليوم ما راح يكون عنده اولاد حتى يحكي له شيء، انه ما راح يقدر يتجوز طالما هالعائله موجوده وعم تسرق خيرات الوطن وتفقر الشعب اكثر واكثر. انا عندي سؤال بس للي ما نزلوا اليوم. اكيد اللي في كثير من الشعب اليوم استمتع بالمشاهده، يعني الشعب السوري، وانا عرفان انه الشعب متضايق بس خايف شوي. بس يعني انا عندي سؤال، على شو خايف؟ يعني اللي ما نزل المظاهرات اليوم شو عم تستنى من الرئيس؟ عم تستنى يرجع الجولان او يحرر فلسطين؟ مليكو له اكثر من 40 سنه حامي حدود اسرائيل وبايعهم ارضه، بايعهم الجولان. ولا عم تستنى انه يحسن الاوضاع المعيشيه؟ طب هي له 10 سنين مستلم من الحكم، وبعد هالعشر سنين من فتره رخص بعض الصلع السخيفه بمقدار 5 ليرات او 10 ليرات، يعني 10 ليرات سوريه هي تقريبا 10 سنت من الدولار الامريكي، ورخصها بعد ما رفعها اصلا 200 او 300%. يعني هذا الدعم اللي سواه هو ذل صريح للشعب السوري، وعم يتحدى الشعب انه انا راح اذلك وراح جوعك وانت ما راح تقدر تقوم علي. ولا خلينا نحكي عن دعم المازوت اللي خلى الشعب يصطف طوابير مشان معونات سخيفه، مثل كانه هو السيد الرئيس هو السيد ونحن عبيد عنده، عم يتصب علينا من خيراتنا اللي قاعد عم يسرقها هو وعائلته والسيد مخلوف. او مثلا يعني اللي ما نزل مبسوط بالشعارات القوميه الرنانه اللي ضل عم يسمعنا اياها من صغرنا عن الكرامه والاخوه العربيه. طيب شوفوا كيف عم بيساوي باخواننا الليبيين، عم يرسل سلاح وجنود يقتلوا اخواننا بليبيا. لك والله صرت اخجر من حالي قدام اخواننا العرب، نكس راسنا قدام العالم. يا شباب سوريا، هي فرصتكم، اصنعوا مستقبلكم، وصلت الامل التم، لا تضيعوا هالفرصه، وانزلوا كلكم معنا بكره وبعد بكره لحد ما يسقط النظام الفاسد وناخذ حريتنا. هي الثوره ضد النظام وليست ضد طائفه العلويين، العلويين اخواننا واللي بصير عليهم بصير علينا. لازم ينزل كل الشعب السوري، مسلمين بطوائفهم ومسيحيين بطوائفهم، والشعب السوري ما بينزل. الله اكبر الله اكبر. وحابب بشكر الجزيره على نقلها للوقائع، وحابب بس تدعمنا اكثر. يعني مثلا الرسائل اللي عم تطلع بس تكون رسائل مدح للنظام تطلع كامله، لما يكون في رسائل مدح للثوره او تشجيع للثوار بتلاقيها نقط، يعني منقطه سوريا او نعم، منقط النقط بشار. هذه محمود تعني أن هناك